النهاردة أنا جايبة لكم حكاية مش هتصدقوها. الموضوع كله مريب جدا. جاهزين؟ طب يلا، خدوا نفس عميق وخلونا نبدأ. النهاردة حكايتنا عن واحدة كانت عارضة أزياء، ومش بس كده، دي كمان كانت ملكة جمال مشهورة جدا. يعني جمالها بيخطف العين، ومشوارها كله نجاح وشهرة. بس احنا هنا مش عشان نتكلم عن حياتها المهنية أو نقعد نحتفل بيها خالص. الحكاية هنا مليانة دراما وحكايات تقول إزاي ده حصل. عارضتنا الجميلة اتعرفت على شخص من اللي بتقول عليه فارس الأحلام، وسيم وغني، كمان كل الناس كانت بتتكلم عنه. اتجوزوا والحياة شكلها كان ماشية تمام، لكن زي ما بيقولوا مش كل اللي بيلمع بيبقى ذهب. العلاقة بدأت تدخل في منحنيات غريبة جدا، شوية خلافات، شوية نكد، وبعدها حاجات أعمق بكتير، حاجات من النوع اللي يخلي أي حد يقول طب ليه؟ المهم، الخلافات زادت، وبدل ما الأمور تتحل اتصاعدت بشكل مرعب. كل الناس كانت فاكرة إنهم هينفصلوا زي أي اتنين طبيعيين لما الدنيا تضيق بيهم، لكن لأ، اللي حصل كان كارثة. العلاقة ما انتهتش أبدا بطلاق، لأ، دي انتهت بجريمة. في يوم من الأيام وبعد مشادة رهيبة بينهم، الأمور خرجت عن السيطرة تماما. في كلام اتقال وفي حاجات حصلت. النتيجة حد فيهم اتقبض عليه ودخل السجن، والتاني للأسف راح القبر. يعني النهاية حرفيا مأساة. هنا السؤال الكبير، إيه اللي يخلي الحب يتحول لكده؟ وإزاي الاتنين دول اللي كانوا بيحبوا بعض وكانت حياتهم كلها لحظات جميلة قدام الناس يوصلوا للنقطة دي؟ خليني أحكي لكم عن قصتنا اللي فيها من الحزن والعبرة الشيء الكبير. الحكاية النهاردة مش بس عن جمال ولا شهرة، لكن عن مصير ممكن يكون قاسي جدا حتى لو كانت البداية كلها نجاح وأضواء. بطلة حكايتنا هي كريستينا، اللي اتولدت في 15 يناير 1985 في بلد اسمها صربيا. بس الغريب إن رغم إنها صربية المولد كان عندها الجنسية السويسرية، وده لأن عيلتها انتقلت لسويسرا وهي صغيرة جدا. حياتها كلها كانت في البلد الجميلة دي، لكنها كانت محط أنظار الكل بسبب جمالها وطلتها المميزة. كريستينا كان طولها 175 سنتي، يعني طويلة، مناسبة جدا لمجال الأزياء. كانت رشيقة، هادية، عندها كاريزما كده بتخطف الأنظار. كل الناس اللي حواليها كانوا دايما يقولوا انتي ليه مش موديل، وكل ما حد يشوفها يقول انتي مشروع عارضة أزياء ناجحة جدا. مع الوقت كلام الناس اتحول لحقيقة، وكريستينا فعلا ابتدت تهتم بنفسها أكتر. حافظت على صحتها، لعبت رياضة بشكل مستمر، شوية بشوية دخلت عالم الأزياء. ابتدت تشارك في جلسات تصوير صغيرة، لكن شغفها موقفش عند كده، لأ، ده هي كان عندها طموح أكبر بكتير. سنة 2003 كريستينا ابتدت تشارك في مسابقات ملكات الجمال. ما كانتش بس عارضة أزياء عادية، لأ، دي بقت أيقونة جمال، وكل سنة كانت بتدخل المسابقات. جمالها مش بس كان ملفت، لكنه كان متوج بشخصية قوية وابتسامة بتشد القلوب. بس للأسف الحياة مش وردية دايما. رغم كل اللي حققته كريستينا، في حاجة حصلت قلبت حياتها كلها. القصة لسه ماشية، وكل لحظة فيها بتثبت إن كريستينا ما كانتش مجرد ملكة جمال عادية، لأ، دي كانت نموذج حي للإصرار والطموح. توجت كريستينا ملكة جمال سويسرا بعد سنين من المحاولات والمشاركات اللي كانت بتوصل فيها للنهائيات. حققت حلمها الكبير سنة 2007، وقتها توجت كملكة جمال سويسرا، وده كان إنجاز مش بس ليها، لكن لكل الناس اللي كانوا بيدعموها وشافوا فيها مثال للجمال والطموح. الناس بقت بتبصلها كأيقونة سويسرية مشهورة جدا، بقت قدوة للبنات في سويسرا اللي نفسهم يدخلوا عالم الأزياء أو حتى مسابقة الجمال. ناس كتير كانوا ممكن يقولوا خلاص كفاية كده، كريستينا حققت كل اللي هي ممكن تكون عايزة تحققه، لكن لأ، هي كانت شايفة إن عندها حاجات أكتر محتاجة تقدمها. بعد ما بقت ملكة جمال سويسرا قررت تستخدم خبرتها الكبيرة وتساعد الجيل الجديد. ابتدت كريستينا تركز على تدريب البنات اللي بيتقدموا لمسابقة ملكات الجمال. ما كانتش بس بتعلمهم المشي على الكات ووك، لأ، كانت بتعلمهم مشية مميزة، مشية الثقة. طبعا مش مشية مايكل جاكسون زي ما بيقول الناس اللي فاهمين غلط،
المهم كانت بتعلمهم إزاي يقفوا بثبات، يبتسموا بابتسامة واثقة، يتكلموا بطريقة تخطف قلوب لجنة التحكيم. كريستينا كانت دايما تقول مسابقة ملكة الجمال مش بس عن الشكل الحلو، الجمال لوحده مش كفاية. وفعلا كانت بتعلم المتسابقات إزاي يكون عندهم وعي وثقافة. لما اللجنة تسألهم سؤال عن موضوع اجتماعي أو بيئي أو حتى اقتصادي، لازم يكون عندهم إجابات مقنعة جدا، لأن الكلام اللي بيتقال على المسرح جزء كبير من المسابقة. في يوم من الأيام، واحدة من المتسابقات اللي ضربتهم كريستينا كان اسمها دومينيك. كريستينا علمتها كل حاجة، من أول طريقة الوقوف قدام لجنة التحكيم لحد إزاي تجاوب على الأسئلة بثقة ولباقة. وفعلا البنت دي بقت من أنجح المتسابقات وحققت إنجاز كبير بفضل تدريب كريستينا. بعد ما كريستينا نجحت وحققت كل اللي ممكن حد يحلم بيه، من ملكة جمال لمدربة محترفة وبقت مليونيرة كمان، جالها الوقت اللي يدق في قلبها. الحب خبط على بابها، بس هل كانت النهاية سعيدة؟ خلينا نشوف. نجاحات كريستينا مستمرة. كريستينا ما اكتفتش بكونها ملكة جمال أو عارضة أزياء. بعد نجاح البنت اللي كانت بتدربها واللي فازت بلقب ملكة جمال سويسرا سنة 2013 بفضل تدريب كريستينا، بقت كريستينا مدربة مش بس لملكات الجمال، لكن كمان لسيدات الأعمال. علمتهم أصول الإتيكيت، التواصل والثقة بالنفس. يعني كانت بتقدم وصفة كاملة لأي حد عايز يظهر بأحسن صورة قدام الناس. ومن هنا صافي ثروتها، ومن هنا صافي الثروة بتاعتها وصل لحوالي $1,000,000. صحيح مش رقم فلكي زي ما بنسمع عن باقي الأغنياء، لكن بالنظر لمسيرتها الناجحة واعتمادها على نفسها، الرقم كان كبير وبيعبر عن شغلها الجبار. وفي وسط نجاحاتها القدر كان محضر لها مفاجأة جديدة، الحب بقى. كريستينا قابلت شخص وصفته بأنه رجل أحلامها، رجل أعمال سويسري غني جدا اسمه توماس. كان أكبر منها ب3 سنين، عنده شخصية جذابة جدا. غير كده كان داعم ليها بطريقة خلتها تحس إنها لقيت النص التاني. توماس كان شايف فيها مش بس الجمال، لكن القوة والطموح اللي بيخلي أي حد ينبهر. وبعد فترة قصيرة جدا من تعرفهم ارتبطوا. الدنيا كلها كانت ماشية تمام، لكن يا ترى هل الحب ده كان هدية من القدر ولا مصير كريستينا كان مخبلها حاجة تانية؟ الحكاية كانت ماشية زي الحلم، حياة وردية بكل معنى الكلمة، قصر فوق التل، بنتين صغيرين زي القمر، زوجين بيعيشوا حياة فيها نجاح وشهرة وحب. لكن زي ما دايما بنقول، لما الأمور بتكون زيادة عن اللزوم مثالية، غالبا في حاجة غلط بتكون مستنية تحصل. سنة 2017 كريستينا وتوماس عملوا فرح أسطوري، بس مش من النوع اللي نقعد نقارن فيه مع أفراح بوليود اللي بيحضرها نص الكوكب. عاشوا حياة فخمة في قصر على تل بمقاطعة صغيرة بتطل على مدينة بازل. وكان عندهم بنتين حلوين، الأولى اتولدت 2020 والتانية اتولدت 2021. الأسرة كانت مثال للسعادة. كريستينا ما قصرتش في مشاركة كل لحظاتها الحلوة على السوشيال ميديا، من السفر للحياة اليومية حتى شغلها كمدربة. لكن الحياة اللي بتبان بالراقة على السطح ممكن تكون مستخبية تحتها أشياء غامضة كتير. بتاريخ 13 فبراير 2024 الساعة 8 بالليل حصلت الكارثة. شخص خايف جدا اتصل بالطوارئ، صوته كان كله توتر وخوف. قال إن كريستينا ملكة جمال سويسرا السابقة، واللي وقتها كان عندها 38 سنة، اتوفت في بيتها. الطوارئ سألوه عن السبب، بدأوا يفترضوا حاجات عادية، سكتة قلبية، هبوط حاد في الدورة الدموية، يمكن غيبوبة سكر. لكن المتصل رد بصدمة وقال لا يا جماعة، لا ده ولا ده، الوضع أكبر وأخطر بكتير. يا ترى إيه اللي حصل فعلا؟ وإيه السبب اللي خلى حياة كريستينا اللي كانت كلها سعادة وضحك تنتهي بالشكل ده؟ الجريمة كانت حاجة خارجة عن حدود العقل. القاتل بعد ما قتل كريستينا قرر يمحي أي دليل بالطريقة الأكتر وحشية. استخدم أدوات تقطيع، ابتدى إنه يقطع جسمها لأجزاء صغيرة بطريقة باردة ومرعبة. استخدم خلاط العصير علشان يحاول يتخلص من كل حاجة. أيوة بالظبط زي ما انتوا فهمتوا كده، قرر يدوبه باستخدام محلول كيميائي. الجريمة كانت مليانة علامات كراهية وغضب غير طبيعي، وكأن القاتل كان بيحاول يمحيها تماما. أصابع الاتهام كانت رايحة كلها ناحية توماس في كل جريمة قتل
أول حد بيتم الاشتباه فيه هما شخصين: الشخص اللي بلغ عن الجريمة والشريك العاطفي للضحية. في حالة كريستينا، توماس كان الاتنين، هو اللي اتصل بالطوارئ وهو جوزها. فبمجرد ما الشرطة بدأت التحقيق كانت أصابع الاتهام كلها رايحة ناحيته. توماس اللي كان بيظهر حب كبير لكريستينا فقد أعصابه في التحقيق، ابتدى يعيط ويصرخ ويقول: إزاي أكون أنا المشتبه فيه؟ دي مراتي، دي حياتي، دي أم بناتي. لكن يا ترى دموع توماس كانت صادقة ولا ده تمثيل عشان بس يهرب من العقاب؟ التحقيق لسه في بدايته، لكن في تفاصيل أكتر ممكن تقلب كل الموازين. توماس كان بيدافع عن نفسه. لما الشرطة واجهت توماس باتهام غير مباشر انفعل جدا وقال: إزاي تفكر إنه ممكن أعمل كده؟ دي حب حياتي، أم بناتي. أنا دخلت البيت لقيتها مرمية عند الدرج، الدم كان في كل مكان، المنظر كان لا يحتمل. أنا مصدوم، وانتوا بدل ما تدوروا على القاتل جايين تتهموني أنا. كلامه خلى الضباط يفكروا يمكن فعلا يكون بريء، والشكل كان صعب على أي شخص إنه يتحمله. وحتى لما خلص التحقيق قالوا له: ما تطلعش من المدينة، ولو هتروح أي مكان لازم تبلغنا. طبعا توماس وافق، وكان ماسك بناته الصغيرين وهم عمالين بيعيطوا وهو كمان بيعيط. المشهد لمس قلوب كل الناس، خلاهم يشوفوه كأب أكتر منه مشتبه فيه. لكن الحقيقة بدأت تظهر. الشرطة ما اكتفتش بالكلام العاطفي، ابتدوا يتحروا عن حياة توماس وكريستينا ويدوروا ورا الكواليس، لأنهم عارفين إن الحياة على السوشيال ميديا مش دايما حقيقية. وفعلا لقوا إن البيت اللي كان باين مثالي في الصور كان فيه أسرار سودة مستخبية. رغم إن توماس كان بيظهر كرجل أعمال ناجح، التحقيقات أشارت إن وضعه المالي ما كانش مثالي، يمكن كان عنده ديون أو مشاكل في مشاريعه، وده ممكن يكون سبب توتر بينه وبين كريستينا. ورغم الحب اللي كان ظاهر قدام الناس، الشهود أكدوا إنهم كانوا بيتخانقوا كتير جدا. الخلافات كانت بتزيد لدرجة إن صوتهم كان بيتسمع أحيانا من القصر. بدأت تظهر أدلة على إن توماس عنده جانب مسلم في شخصيته، حاجات ما كانتش بتبان في الصور الجميلة اللي كانت كريستينا بتنزلها. الحكاية لسه ما خلصتش، لكن الواضح إن الصورة المثالية اللي كريستينا وتوماس كانوا بيحاولوا يظهروها للناس كانت مجرد بس واجهة. الشرطة وراهم، وكل دليل جديد كان بيكشف سر من الأسرار اللي مستخبية في القصر. يا ترى هل توماس فعلا بريء، ولا كل حاجة كانت لعبة لإبعاد الشبهات عنه؟ الشرطة ابتدت تحقق بشكل أعمق، سألوا كل اللي حوالين كريستينا من عيلتها لأصحابها، حتى حبيبات توماس اللي فاتوا، واللي اكتشفوه كان صادم بكل معنى الكلمة. الحياة المثالية اللي كانت كريستينا بتظهرها على السوشيال ميديا كانت مجرد واجهة مزيفة، وورا الكواليس كانت حياة مليانة ألم وعنف. كريستينا كانت بتتعرض للعنف من توماس حتى قبل الجواز من سنة 2016. كل أصحابها قالوا إنها كانت بتحب توماس رغم قسوته معاها. قررت تتجوزه على أمل إنه هيتغير أو إنها تساعده يتغير، لكن بدل ما يتحسن الوضع الأمور ساءت أكتر بعد الجواز. مرة توماس كان في حالة غضب شديد وكان دايس على رجل كريستينا بالعربية. الحادثة كانت فعلا مؤلمة جدا، لكن كريستينا ما بلغتش، قررت تسامحه. مرة تانية بعد ما زاروا أهلها هددها إنه ينزلها من العربية وهي ماشية. وفي حادثة تانية كان متعصب جدا، ضربها بشكل عنيف لدرجة إن راسها خبط في إزاز العربية. الموقف ما كانش هزار، كان متعمد إنه يأذيها. واحد من معارفهم شاف توماس وهو بيخنق كريستينا قدام عينه. الحادثة دي أكدت إن العنف اللي كانت بتعيشه كريستينا مش مجرد إشاعات، لكنه كان واقع كانت مخبية عنه. رغم كل ده كريستينا كانت بتسكت. ليه؟ لأنها كانت بتحبه، بتحاول دايما إنها تديله فرصة، وكانت فاكرة إن الحب ممكن يغيره. لكن للأسف الوضع فضل يتدهور أكتر لحد ما وصل للجريمة البشعة اللي احنا اكتشفناها. كمان الشرطة لما قابلت حبيبات توماس اللي فاتوا اكتشفوا إنه عنده سجل طويل من العنف. العلاقات اللي كان فيها قبل كريستينا كانت مليانة غضب وتصرفات عدوانية، وده خلاهم يشكوا أكتر في إنه ممكن يكون المتورط الأساسي في الجريمة دي. السؤال دلوقتي، هل هتقدر الشرطة تجمع أدلة كافية عشان تدين توماس؟ وهل هيتحاكم على كل اللي عمله بكريستينا؟ القضية بتاخد منحنى أكتر، واللي جاي هيكشف أكتر عن أسرار حياة كريستينا اللي كانت كلها مآسي مستخبية تحت بريق الشهرة والجمال.
خلينا نتكلم شوية عن الأدلة اللي جدت توماس. شهادة الأصحاب والحبيبات اللي فاتوا، كل الشهادات أكدت إن توماس كان شخص عنيف وغير متحكم في أعصابه، سواء كان مع كريستينا أو أي حد من حبيباته اللي كانوا قبلها. كان دايما بيلجأ للعنف وقت الخلافات. قبل شهر واحد من الجريمة، كريستينا نفسها بلغت الشرطة إن توماس اعتدى عليها. البلاغ ده كان دليل قوي إن العلاقة بينهم كانت مضطربة جدا، وإن العنف كان حاضر بشكل مستمر. رغم بكائه وتصرفاته كمظلوم، الأدلة كانت بتقول عكس كلامه. كل حاجة في القضية كانت بتشير إن توماس كان عنده الدافع، كان عنده القدرة والسوابق اللي تثبت إنه ممكن يكون هو القاتل. الشرطة قالت: تعالى يا توماس، كفاية تمثيل، خلينا نسمع الحقيقة. اتقبض عليه رسمي بتهمة قتل كريستينا. بعد المواجهة بالأدلة وشهادات الأصحاب والحبيبات اللي فاتوا والبلاغ السابق، ابتدى ينكسر واعترف بالجريمة، لكن بررها بطريقة صادمة. قال توماس: أيوة، أنا اللي خلصت على كريستينا، بس أنا بريء. اللي حصل إنها كانت بتحاول تطعني. أيوة، كانت عايزة تطعني بآلة حادة. كنا قاعدين نتكلم بهدوء، فجأة هي انفعلت ورفعت عليا الآلة دي. كنت بحاول أخدها منها، لكن بالغلط جت فيها. ساعتها الضابط رد وقال له: ما نشتريش منك كل الهري ده. الضباط طبعا ما صدقوش ولا كلمة من الهري اللي قاله. ليه؟ لأن الأدلة في مسرح الجريمة بتقول غير كده. آثار العنف على كريستينا مش بس بسبب طعنة الآلة دي، لكن كل جثتها كانت مليانة كدمات وآثار تعذيب، وده بيأكد إن الجريمة مش دفاع عن النفس، بل كانت نتيجة غضب وعنف متعمد. القصة ما كانتش مجرد شجار أدى لطعنة بالخطأ، لأن القتل اتبعه تمثيل بالجثة، ودي مش أفعال حد كان بيدافع عن نفسه أبدا. توماس حاول يتهرب من المسؤولية، لكن مع كل الأدلة اللي كانت ضده بقى واضح إن هو اللي أذى كريستينا وخلص عليها على عمد، والسبب انغضب وتملك. القضية لسه مكملة، لكن الضباط واضحين إن توماس هيواجه حكم شديد جدا على جريمته. الحكاية دي بتفكرنا إن الصور المثالية على السوشيال ميديا مش دايما بتعبر عن الحقيقة، وإن العنف دايما بيترك أثره حتى لو كان مستخبي لفترة. وأخيرا توماس اعترف بالقتل بعد ما الضابط قال له: إحنا ما بنشتريش منك كل ده. تقرير الطب الشرعي واضح، سبب الوفاة هو الخنق مش الطعن. قول لنا أنت الحقيقة. هنا توماس ما قدرش إنه يكمل كذبته، اعترف إنه فقد أعصابه، وإن نوبة غضب شديدة استولت عليه، وقام على طول خنق كريستينا بإيده. ولما ماتت بين إيده، الصدمة خلت الخوف يسيطر عليه. توماس ما كانش قاتل متسلسل ولا عنده خبرة في التخلص من الجثث، فالأمور خرجت عن السيطرة. بعد ما خلص عليها وخنقها مثل بجثتها. توماس كان فاكر إنه بخبرته المحدودة يقدر يخدع الشرطة، لكن الموضوع بالنسبة لهم كان واضح. طريقة التخلص من الجثة كانت هوية جدا مش احترافية. أدلة الطب الشرعي أكدت وقت الوفاة وسببها وهو الخنق. الدم اللي كان في كل مكان كشف إنه حاول يتخلص من الجثة لكنه فشل. في النهاية العدالة تنتصر. توماس دلوقتي في مواجهة عقوبة صارمة. الشرطة ما صدقتش أبدا تمثيله، والتقرير الطبي والاعترافات كلها ضده. القصة دي بتفكرنا إن مهما حاول المجرم يخفي جريمته، العدالة دايما بتاخد مجراها. ولحد هنا الحكاية هنا خلصت، لكنها سابتنا مع أسئلة كتير. إزاي شخص يوصل للوحشية دي؟ وإزاي كريستينا فضلت صامتة عن العنف اللي عاشته؟ نهاية مأساوية لملكة جمال كانت حياتها كلها قدوة، لكنها اختارت الشخص الخطأ. ولحد هنا انتهت الحكاية دي. أتمنى الحكاية تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك على الفيديو، الاشتراك في القناة، يا ريت تتأكدوا انكم فعالين الجرس على الكل عشان يوصلوكوا إشعار أول ما ننزل الجديد. واستنونا في حكاية جديدة إن شاء الله. أشوفكم على خير.